السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. وحشتوني من اخر فيديو. إيه، انا طبعا بقالي ياما قوي مش بصور معاكم بصراحة. يعني ما كنتش في المود قوي وما كانش عندي رغبة خالص ان انا اسجل ولا امنتج ولا اي حاجة. الفيديوهات دي والله متصورة من مدة طويلة، من حوالي شهر، من حوالي شهر او اقل كده، حاجة بسيطة. كنت ناوية انزلها لكم والله في وقتها، بس يعني حصلت كده شوية لخبطة خلتني يعني ايه ما عنديش كده يعني رغبة ان انا انزل حاجة ولا اصور ولا قصدي امنتج ولا اسجل صوت ولا حاجة. فالحمد لله على كل حال. ربنا يا رب ان شاء الله يعوضنا خير في اللي جاي، وان شاء الله هتلاقوني عامله لكم فيديو ايه اللي كان مضايقني وايه اللي باذن الله هيفرحني باذن الله. يعني الفيديو ده بقى كان تحضيراتنا للمصيف. كنا طبعا رايحين مصيف، وكنت بقول لكم على شوية خطوات بسيطة تعمليها توفري على نفسك وقت ومجهود وفلوس طبعا قبل اي حاجة. فيلا نبدأ بقى الفيديو. سمي الله وصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. انا كنت جايبة لحمة وكنت جايبة بانيه، ايا كانت الكمية اللي انتي هتجيبيها، نص كيلو، كيلو الا ربع، زي ما تحبي على حسب عدد افراد اسرتك. تمام. عملت بقى إيه تتبيله للاتنين. عملت 3 بصلات كبار، طماطميه، فلفل، فلفل رومي احمر، بصل، قصدي بصل ايه، فلفل، ملح كمون، كمان 7 بهارات، وفصين توم كده فريش. تمام. التتبيله ديت حلوه قوي قوي يا بنات. ولو سبتي كمان الحاجه متبله فيها ساعه او ساعتين قبل ما تفرزيها هتفرق معاكي كتير جدا، خاصة في اللحمة، علشان البصل بيوسع من الأنسجة بتاعة اللحمة، فبيخليها في التسوية متاخدش وقت. أما البانيه فكده كده هو سريع يعني في التسوية. فأنا بعد ما تبلت الحاجة، والبانيه كمان عملته بالدقيق والفيجيتار والكلام من ده، شلت كل حاجة في علبها. صدقوني الخطوات دي بتوفر كتير جدا جدا عليكي في الوقت وفي المجهود وفي الفلوس. في الوقت ليه؟ لانك بتطلعي الحاجة على التسوية كأنك لسه يعني متبلاها ولسه شارياها طازة، فده بيبقى حلو جدا. في ناس بتقول طب ما تسوي بالمرة، ده توفير اكتر للوقت. انا ما بحبش اسوي من قبلها. لا، بحب اسوي هناك علشان الحاجة بتبقى فعلا زي ما تكوني لسه جايباها وعاملاها، بتبقى طازة اكتر وطعمها احلى. مش هياخد وقت منك انت مادام شايله الحاجه متبله الصبح وانت بتحضري كده سندوتشات، وانتوا نازلين على الشاطئ، يا دوبك تعلقي على الحاجه ان شاء الله نص تسويه، وبعد ما ترجعوا تكملي سواها على ما تاخدوا شاوراتكم وتغيروا كده هتلاقي الحاجه استوت، وتتغدوا وتريحوا شويه وتنزلوا تلفوا بقى تتمشوا. برضو عايزين تاكلوا حاجه بره، انتوا بقى ايه مزاجكم. بس الخطوه دي بتوفر كتير جدا في كل حاجه. بالنسبة بقى للحمة المفرومة، ما عملتش نفس التتبيلة. ليه؟ لان بشرت بصلاية لوحدها، لان صفيت المية بتاعتها لاني احتاجها وانا بصبع، احط عليها بس شوية زيت. حطيت برضو ملح وفلفل و7 بهارات وفصين توم كده صغننين، بتفرق قوي قوي في نكهة الكفتة يا بنات. بس كده، وهصبعها واشيلها برضو في العلب بتاعتها. خطوة كانت جميلة جدا. كنت جايبة وراك وقسمتهم لان كان حجمهم كبير قوي، فلما تلاقي الوراك اللي انت شاريها حجمها كبير فطبعا لازم تقسميها، بتفرق برضو في التسوية. وبعدين جيت اهو صبعت الكفتة وكنت شايلة اللحمة متبلة والبانيه متبل. والله والله الاكل ده نفعني لاخر يوم في المصيف لحد ما رجعنا. ده طبعا غير ان انا كنت بعمل بقى سندوتشات الصبح. ما شاء الله كمية اللحمة ديت نفعتني في السندوتشات في الفطار وفي الغدا لما رجعت. سندوتشات في الفطار مع شيبسي وحاجات كده وجبن وكده طبعا. وفي تاني يوم عملت كفتة مع مكرونة. يعني قصدي اقولك بتوفر معاكي في وقت. انتي خلاص صاحية من النوم عايزة تجهزي عشان تنزلي على الشاطئ، مرتبطة طبعا
بالرحله اللي انت معاها، الناس اللي انت طالعه معاهم. فمش ما فيش وقت بقى تنزلي وتشوفي هتجيبي اكل سندوتشات ايه والكلام من ده. انت حاجتك بقى بتبقي واخداها متفرزه، دوبك تطلعي تفكي تجهزي كده. نفس الكلام لما بترجعي الغدا بالليل بقى، اللي بيبقى عندك براح طبعا ان انت تتمشي بقى براحتك، لان الوقت بتاعك وفي ايدك. عايزين بقى تاكلوا اي حاجه برا، كريب، بيتزا، فطاير، يعني سندوتشات، براحتكم بقى انتوا ايه ومزاجكم، بس الاساس انت بتبقي عاملاه، لان ما شاء الله اليوم طويل. وزي ما طول عمرنا بنقوله المصيف بيجوع او البحر بياكل اكتر. فانت بتبقي عامله حسابك، يعني مش بتعتمدي على انك انت تشتري من بره بس، والا الميزانيه هتخرف معاكي جدا يعني. انصحك انك تعملي الخطوات دي، عشان اللي هتوفريه هينفعك في حاجات تانية. برضو كمية البانيه بتاعتي طلعت منها شاورما للسندوتشات في البولة الصغيرة اللبني دي. يعني عملت من الكمية اللي كنت جايباها حاجات كتير قوي، نفعتني في ال5 6 ايام اللي قعدتهم. فده طبعا يعني موفر جدا جدا معايا حقيقي في المجهود، في الوقت والله، وفي الفلوس. فانتي وفري فلوسك لحاجة تانية، مثلا تمشيت بالليل، عايزة تشتري اكسسوارات، عايزة تشتري اي حاجة من هناك، للملاهي، للسينما، اللي كده يعني. فاهميني ازاي؟ في متعة تانية يعني اكتر. فانتي بتبقي موفرة على نفسك حاجات ياما. برضو من ضمن الحاجات اللي ما تنسيهاش طبعا في المصيف وانتي رايحة، الصن بلوك اساسي، كريماتكو، شامبوهاتكو، الشاور جل، الحاجات دي اساسيه جدا جدا يا بنات. برضو ما عندكيش وقت تنزلي تشتري حاجه من هناك، فتبقي واخده حاجتك. طبعا بقى مزيلاتكو بقى وحاجات كده، وبرفاناتكو، وصابون الجليسرين لوشك بصي الحاجات اللي انتي عارفاها، اللي انتي تستعمليها في حياتك اليوميه، لازم تاخديها معاكي هناك، متنسيش اي حاجه منها. برضو المعجون والفرش، الحاجات دي اساسيه يا بنات هناك. تمام. برضو بقى جهزت بقى الشنطة، بس صراحة ما صورتهاش معاكم، كنت مصورها بقى في مصيف قبل كده. فواتك بقى، ومتنسيش تاخدي معاكي ملايات سراير. طبعا لان انا مش بحب انام على ملايات، لا انا ولا عيالي على يعني ملايات مش بتاعتنا يعني. فطبعا كنت واخده معايا ملايات سراير، شلت الملايات بتاعتهم، فرشت ملاياتنا، وانا ماشيه حطيت لهم ملاياتهم تاني يعني. بس كده شوية كده تجهيزات بسيطة بحاول افكرك بيها. ده بقى كان الطريق بتاعنا واحنا رايحين على مطروح. عايزة اقولك مصيف مطروح من اجمل مصايف مصر. احنا لو ما رحناش مطروح ما كأننا ما صيفناش. ده ما يمنعش برضو ان اسكندرية جميلة، بس مطروح اجمل بصراحة. والطريق انا شخصيا بشوفه متعة، في ناس كتير قوي بتستطول المسافة، بس انا بشوفه متعة. دي بقى كانت قرى سياحية عندنا من عليها في الساحل الشمالي. ما شاء الله البحر باين اهوت. بتعدي على شوية قرى سياحية خطيرة بصراحة في الطريق. فعشان كده الطريق بالنسبة لي ممتع. ودخلنا مطروح بالليل. كانت حوالي الساعة 11 ونص، لأن كنا خارجين من بيتنا الساعة 5. فيدوبك 6 ساعات أو 5 ساعات وشوية في الطريق. فوصلنا مطروح 11 ونص. احنا كده خلاص دخلنا بقى مطروح الحمد لله. وهفرجكم بقى في اخر الفيديو الشقة وجمالها. كانت جميلة جدا ونضيفة جدا جدا وبحري قوي، ومليانة بلكونات ما شاء الله. بس كانت نظيفة، كانت ريحتها ديتول قوي. انا من عادتي بعمل حملة نظافة اول ما بروح اي مكان في اي مصيف، بس المرة دي حقيقي ما عملتش حاجات كتير. يا دوبك كل اللي انا عملته غيرت ملايات السراير، ان استحالة نناموا على فرش مش فرشنا. يا دوبك مسحت الدواليب من جوه، لان برضو استحالة نحط هدومنا مكان حد، يعني فاهمة؟ بتبقي واخدة معاكي ديتول، شوية منظفات كده يعني. سبونشة طبعا، فوطة تمسحي حاجات كده. بس ما شاء الله اللهم بارك، الشقة في مكان جميل جدا، متوفر حواليها كل الخدمات الترفيهية والأساسية. سواء إيجارات عجل، سكوتر، حاجات كتير. وسواء برضو سوبر ماركت كتير تحت البيت، بتوع خضار بتوع فاكهة. الشارع دوت بتاخديه لآخره، بتوصلي على الكورنيش على الشاطئ، في شاطئ قصادنا. يعني ما شاء الله اللهم بارك، الشقة ما كانتش فيها ولا كلمة. الأوض نظيفة، بس أنا عملت اللي أنا قلتلكوا عليه ده، بس الملايات والدولاب. والمطبخ كان زي الفل، كانت ريحته ديتول جدا. بس
بس برضو انا كست بيت وام للامان عملت برضو شوية يعني إيه نظافة كده، حاجات بسيطة. البوتاجاز نظرا لانه بوتاجاز مصيف فده شكله، بس هو كان نضيف برضو، غسلته تاني عشان اعرف اتعامل عليه. التلاجة كانت زي الفل، نضيفة قوي، هي تقريبا جديدة. برضو انا مسحتها تاني، انا بصوا نضيفة، مسحتها تاني وحطيت اكياس من عندي على الرفوف لان ده المكان اللي هيتحط فيه اكلي. برضو الرخامات مسحتها بشوية مية وديتول، وحطيت برضو عليها اكياس انا جايباها معايا برضو للامان. دي حاجات انا بتعامل فيها، فاهمين ازاي؟ انتي بلمساتك انتي هتعملي حاجات بسيطة لو الشقة نظيفة. لو الشقة بقى حسيتي ان فيها كده لسه حاجات تتعدل، محدش نضفها قبل ما يمشوا، او ما فيش عمال نظافة بينضفوها ويسلموها لكم، فانتي طبعا محتاجة انتي اللي تعمليها قبل ما تتعاملي يعني فيها. بس كده يا بنات، وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. وللأسف مصيفنا السنة دي جه في توقيت الثانوية، نتيجة الثانوية العامة، ودي كانت من اكتر الحاجات اللي ضايقتنا في المصيف. وده لان احنا اتظلمنا، بنتي واللي زيها اتظلموا. والله بنتي تستاهل احسن من كده بكتير قوي قوي. وانا كنت متعشمة خير ان هي تبقى مجموعها افضل من كده بكتير، بس كل اللي ربنا يجيبه خير، راضيين باقدار ربنا طبعا. وربنا ييسر لها امرها في اللي جاي، ويسهل لها امورها في التنسيق، ويكتب لها حاجة كويسة ان شاء الله. بس حقيقي الدفعة دي اتذبحت ذبح بمعنى كلمة ذبح. واتظلمت ظلم باين، وربنا المنتقم الجبار من اللي عمل كده في ولادنا وفينا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، يا ريت ما تنسونيش باللايك والاشتراك ودعوة حلوة منكم. والسلام عليكم.